السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كله حادق حادق، لا يلا نحلي بقى. معايا ورقة جلاش جميلة كده زيكم يا حلوين يا مسكرين يا معسلين. معايا ورقة الجلاش، معايا كيس كريم كراميل، معايا بقى هنعمل السيرب بتاعي او الشربات بتاعي. السيرب او الشربات بيبقى تقيل طبعا بتاعة الجلاش. عملت كوبايتين 2 سكر على كوباية مية، وبعد ما تغلي جامد هعمل عصرة ليمون عليها، نص ليمونة. يلا نشوف الشربات بتاعنا على البوتاجاز. الكوبايتين السكر عليهم كوباية المية، غليهم كويس قوي، ما نحطش المعلقة فيهم نهائي لحد ما يغلوا. بعدين نص عصرة ليمونة بقى، نص ليمونة عصرتهم عليهم. شيلوا البذر بتاعكم ده، اوعوا تنسوه، سيبته بقى لما يبرد خالص. معايا ورقة الجلاش بتاعتي المعسلة المسكرة زيكم. هكرمش الورقة بقى. عملت ورقة زبدة حطيتها، دهنتها بقى شوية زبدة كده وحطيتها وكرمشت الورقة بتاعتي. يلا بقى نكرمش الورق بتاعنا كده بتاعت الجلاش، والورقة صبحة وجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. هكرمش الورقة بتاعتي ونحط بقى كده، ما نضغطش عليها جامد علشان تبقى مهوية كده وتبقى رقيقة وخفيفة وجميلة زيكم. جبت تاني هون، شايفين؟ سيبت كده تكرمشي بس ما تضغطيش جامد، خليها مهوية كده عشان تبقى قبة وخفيفة معاكي ما شاء الله تبارك الرحمن. هنحط بقى على طول كده وهنكمل مع بعض التكرميشة بتاعت الورقة. وبعدين هجهز بقى هجهز التشريبة بتاعتي. الأول هجيب السكينة واخرم الورق كله كده عشان التشريبة تدخل فيه، بس خرمي الورق جامد. يعني جيبي السكينة وانزلي بقى سكوب سكوب في قلب الورقة. معاك التشريبة بتاعتي كوبايتين 2 لبن، ربع كوباية زبدة على سمنة أو على زيت ذرة زي ما انت عايزة، كيس كريم كراميل لو عندك بديل الكيس الكراميل. هحطي الكاستر بتاعك معلقتين 2 كاستر، معلقة صغيرة بيكنج باودر. الفانيليا بتاعتي حطيت الزبدة اهوت على اللبن كله على بعضه. ادي الزبدة حطيتها على اللبن بتاعي على كيس الكريم كراميل، واحدة واحدة كده بالراحة ونقلب. لو عايزاه مسكر جامد ممكن تحطي معلقة، لو هتحطي كاستر يبقى تحطي معلقتين 2 سكر بودرة. لو هتحطي كريم كراميل زي ما انا حاطة ما تحطيش سكر. دي ربع معلقة بيكنج باودر حطيتها، ربع معلقة صغيرة. هحط هيبدأ يفور بقى عشان يدي طراوة للجلاش. حطيت ذرة فانيليا كده جميلة، هسقب بقى الجلاش كله كده. هبدأ بالسكينة كده واخرمه اخرمه اخرمه عشان التشريبة تدخل ويبقى جميل زيكم كده. باستمرار كده بقى اسقب في الورق كده واخرمه تخريم جامد كده. بس كل ما تخرمي جامد والتشريبة تدخل فيه، وتسيبي بقى التشريبة كده يجي 5 دقايق. بعد ما تحطي التشريبة بتاعتك تسيبيه يجي 5 دقايق كده يتشرب. ادي التشريبه بتاعتي الجميله بقى، هسيبها كده 5 دقايق كده، واولع الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط بتاعي، ومش هشغل الفرن. ادي الشربات بتاعي اللي زي العسل زيكم. هحطه بقى، شايفين الصينيه والله كانت مسكره ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ريت بقى اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، اللايك يا جماعه. مش معقول بقى يبقى الاشتراكات دي كلها ومفيش لايكات. لايك يا جماعه الشري، بحبكم في الله. شايفين؟ هنقطع بقى البتاعة ونشيل ورقة الزبدة من تحتها وتتشال معانا زي الفل ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. بألف هنا وشفا للي كل، بألف هنا وشفا للي شاي. بحبكم في الله، مع السلامة.